السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل الليمون المعصفر. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. معايا هنا كيلو من الليمون. طبعا انا غسلاه كويس ومصفيه من المية. هنبدأ نقطعه 4 تربع، نعمل فيه زي علامة زائد كده. اهم حاجة ما ننزلش للاخر عشان الليمون متفتحش اتنين. هنقطع الكمية كلها بنفس الطريقة، نعمل فيها فتحات كده علامة الزائد. طبعا الليمون المخلل من احسن المخللات اللي بنحب ناكلها مع كل الاكلات. قطعنا الكمية كلها بنفس الطريقة. هنجهز معاها كمان 3 حبات من الفلفل الاحمر شطة، هقطعهم برضو واجهزهم اي تقطيع عادي. هنبدأ بقى نجهز الحشوة بتاعة الليمون. معايا هنا كوباية من الليمون من العصفر، هحط عليها معلقة كبيرة من حبة البركة، وهحط كمان معاها معلقة كبيرة من الملح. هنقلبهم كلهم كده مع بعض. هجهز كمان مع الليمون جزرة مبشورة، غسلتها وقشرتها وبشرتها. هنجهز المية هنا سخنة، هحط فيها الليمون. انا عايزة المية تكون مغطية الليمون، يعني ما يكونش الليمون هو اللي عايم كده فوق على الوش، لازم تكون المية مغطية. هنبدأ نسيبه على النار تقريبا ربع ساعة. من بعد الغليان هسيبه ربع ساعة، يعني اول ما يبدأ يغلي اسيبه ربع ساعة على النار، وبعدين ارفعه من على النار. هبدأ افضيه واسيبه يبرد شوية. جربوا الطريقة دي يا بنات، ان شاء الله تعجبكم. هبدأ بقى احشي الليمون. هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة. خلاص كده خلصنا الكمية كلها. هنبدأ بقى نجهز البرطمان اللي هنحط فيه. طبعا البرطمان مغسول ومتعقم كويس جدا، مية سخنة وخل. هحط شوية من الجزر. هبدأ ارص الليمون بالطريقة دي. هنرص الكمية كلها بنفس الطريقة. هحط شوية من الليمون وارجع احط تاني شوية من الجزر. اهم حاجة ما يكونش بس فيه فراغات، يعني نحاول نحط الليمون كله بنفس الطريقة كده. انا كنت خلصت الكمية كلها بتاعة الليمون اللي كنت سلقته، وكنت حاسة ان فيه فراغ شوية في البرطمان، فجبت قشر الليمون اللي انا كنت عصرة بيه الليمون وحطيته مع الليمون اللي احنا سلقناه. هجهز بقى المحلول اللي هحطه على الليمون. الفلفل اللي احنا قطعناه، وعصرت 5 ليمونات،
ومعاهم 3 معالق ملح كبار. هحط بقى كوبايه ونص من الميه السليق اللي احنا سلقنا فيها الليمون. حلوه جدا وبتخلي طعم الليمون بجد حلو جدا. المحلول اللي احنا عملناه ده لازم يكون مغطي البرطمان كله. هنقفل عليه بقى ونسيبه. هنسيبه بره التلاجة طبعا، مش هنحطه في التلاجة، هنسيبه لمدة اسبوع بره التلاجة. هنا بقى بعد اسبوع هنفتح عليه. خلاص هنا كان عدى اسبوع وهفتح عليه بقى. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ انا هشيل بس قشر الليمون الاول اللي انا كنت حطيته. قشر الليمون ده كمان بيبقى جميل قوي، يعني ما بيترميش، بيتاكل برضو. شايفين المية بتاعت الليمون حلوة جدا، يعني المية دي بس لوحدها كفاية، بتتاكل كده برضك لوحدها. شايفين الليمون بجد كان حلو جدا. جربوا الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.